بدأت مشوارها الفني من بطولتها ووقفت قدام كبار النجوم سواء في التلفزيون أو المسرح، وشاركت 3 مشاركات فقط على المسرح وقدمت أكتر من 100 عمل فني. الفنانة دنيا عبد العزيز اتولدت في 1 نوفمبر سنة 1982 وعاشت فترة طفولتها في الكويت، وقدمت بعض الأعمال الصغيرة والتحقت بمعهد السينما قسم إخراج. عن شائعة جوازها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قالت إن شرط الجواز يكون الإشهار وده محصلش، وإن دي مجرد شائعات، وإن الفنان فاروق الفيشاوي بالنسبة لها صديق وأخ كبير، ووفاته فقدت السند والأمان في حياتها. الفنانة دنيا عبد العزيز اتجوزت من المنتج محمد حسيب، لكنهم انفصلوا بعد فترة قصيرة. الفنانة دنيا عبد العزيز دخلت في حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها في 12 إبريل 2020. والفنانة دنيا عبد العزيز بدأت حياتها الفنية لما كانت في الكويت، وقدمت بعض المسلسلات والسهرات التلفزيونية، لكن بدايتها الحقيقية كانت لما شافتها الفنانة دلال عبد العزيز اللي كانت صديقة لوالدتها، واختارتها علشان تقوم بدور بنتها في فيلم صراع الزوجات سنة 1992. نفس السنة شاركت في فيلم أحوال شخصية، وقدمت دنيا عبد العزيز شخصية دنيا في فيلم الجراح سنة 1995 مع الفنان فاروق الفيشاوي وجورج سيدهم. وعلى مدار أكتر من 30 سنة قدمت الفنانة دنيا عبد العزيز أكتر من 100 عمل فني، بينهم 3 مسرحيات هما عائلة ونيس سنة 1997، ورئيس جمهورية نفسه في 2013، وحب رايح جاي في 2020، بالإضافة لرصيد كبير لأعمال فنية ناجحة زي نسيج العنكبوت وقلوب حائرة وطريق الأحلام وعظمة يا ست وأولاد الأصول والمال والبنون الجزء التاني، فارس بلا جواد، أوراق مصرية الجزء التاني، صياد اليمام، وأحاسيس، ومهمة صعبة، والفرقة 16، وعجميستا، وغيرها كتير من الأعمال الفنية الناجحة.